السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم التتمه ديال السلسله ديال الحلويات، غادي نعطيكم واحد الصابلي كيجي مقرمش شكلا ومذاقا، كيجي غزال. غنعطيكم المقادير ديالو. عندي في المقادير 4 ديال صفار البيض، 120 غرام ديال سكر كلاصي، 500 غرام ديال الدقيق، و250 غرام ديال الزبده، قشره ديال الحامض، قبيصه ديال الملح، راس معلقه ديال القرفه. هادو منكهات، والبخاليني والفاني. وهادو هما المقادير اللي عندنا. والزبده خصها تكون رطبه بحراره المطبخ. دابا غادي نضيف سكر كلاصي لداك سكر بودره، وقبصه ديال الملح لديك الزبده، وغادي نخلطها غير بمعلقه حتى تجانس ليا. والزبده خاصها تكون رطبه بحراره المطبخ. هانتوما شفتوها كي دايره بوماد اصلا قبل ما نقيسها، لانني خرجتها للبوطاجي وخليتها حتى يعني سخنات باش كتجي سهله وما كتعذبش. صافي غادي نخلط بالمعلقه حتى تولي لي كريمي، باش غادي نضيف ليها المكونات الاخرى ان شاء الله بحول الله. كي دايرين مع سيدنا رمضان كريم. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال، القيام والصيام يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. صافي غادي نخلط هاد الزبده هذه مزيان، وغادي نضيف 4 ديال صفار البيض. غير الصفار بوحدو باش خدمت. راه واحد الصابلي تيجي ما نقول لكمش جربوه وما غاديش تستغناو عليه، غيبقى دائما هو المعتمد عندكم. صافي غادي نخلط هذاك البيض عاوتاني غير بمعلقه، كنخلط مع الزبده مع داكشي اللي ضفت الملحه. غادي نضيف دابا راس معلقه ديال الفاني، تقريبا نص معلقه صغيره ديال الفاني، حيت عندي بودره شويه تيكون مجهد. اللي بغا يدير الساشيه يدير ساشيه كامله. غادي نخلط عاوتاني داك الفاني مزيان، يتجانسوا المقادير كامله مع الزبده. وغادي نضيف الدقيق. عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي كتدخل في هذا القياس هذا ديال هذه الزبده بالتمام والكمال، ولكن بالتدريج غادي تبقاو تضيفوا الدقيق، لان كل دقيق وكي داير على حسب الدقيق. صافي غنخلط غير معلقه عاوتاني حتى نخلط شويه، عاد نستعمل اليد ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. عفوا. كنضيف الدقيق بالتدريج وما كنعجنوش صابلي، ما كنجمعوهاش ونكمشوها ونبقاو نعجنوا فيها. انا غادي نوريكم كيفاش كنديروا الصابلي اللي بالنكهات بحال هكا. دابا هذا العجين غادي نخرج منه 3 ديال الشكيلات. هانتوما معايا واحد الشكيل بالقرفه، وواحد بالحامض، والاخر غادي نكتفي بالبخاليني اللي دخلت فيهم كاملين. الفاني والبخاليني داخل في العجينه كامله، ولكن غادي نقسم العجين على 3 ديال الشكيلات ديال الفاني الفاني والبخاليني كاينين في العجين كله. وغادي نقسم بالقرفه، وغادي نقسم بالحامض، واحد بالقرفه واحد بالحامض، والباقي غيبقى بالبخاليني والفاني. دابا غادي نستعمل يدي. هانتوما غير كنجمع، ما كندلكش، ما كنوصلش الكف ديالي الكف ديالي للعجين، حيت كيكون عندنا الكف سخون. صافي هانتوما شوفوا كيفاش كندخل الدقيق، غير كنجمع وبصباعي كنبقى ندخل داك الدقيق اللي باقي ما دخلش. كيجي واحد العجين مرمل، تيجي يعني زويون. انا غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، وغادي ننزل لكم الرابط ديال الصابليات اللي عندي في القناه. راه صابليات رائعين، شكل اخر، كل شكل بوحدو، وكل حتى مذاقات، كل مذاق وكي داير. غادي نفرش واحد الجلده فوق سطح العمل باش غادي نحط داك العجين، ندخل له البخاليني. غادي نبدا ندخل البخاليني غير بالكف ديال يديا. هانتوما غادي تشوفوا كنحل ديك العجينه شويه، وغادي نضيف لها 2 معالق صغار ديال البخاليني. وداك البخاليني كيعطيها واحد لوغو، كيعطيها القرمشه.
جوج معالق صغار عامرين ديال البخاليني. هانتوما شوفوا كيفاش تندخل داك البخاليني، كندعك غير بالكف بالكف بالاخر ديال الكف باش كندعك داك العجين باش كندخل داك البخاليني، وكيبقى لي العجين مرمل ما كتضيعليش، ما توليليش الا بقيت نعجنها بالشكل ديال العجينه الخبز اولا بهذا غادي تولي الاستيك وغادي تولي تكمش لك في الفران صابلي. هذا تيبقى كما كطبعيه. هانتوما شوفوا الترميله كتبقى ما كتبدلش. صافي حتى ندخل هذاك البخاليني مزيان في العجين ديالي باش غادي نقسمها على 3 اشكال، واللي بغى يقسمو على 4 قبل ما يزيد البخاليني يحيد الفاني. انا غادي نقسمو غير على 3. صافي درت 3 ديال الكويرات ووحده غادي نقسمها عليهم. غادي ندير 3 ديال النكهات بالصابلي ديالي، وحده بالبخاليني والاخر بالقرفه والاخر بالحامض بلوزيست ديال الحامض بالقشره ديال الحامض. انا ما كنستعملش لي زاغوم السائله، ما كتعجبنيش في الصابلي وكيضيعوا صابلي كيكمشوا صابلي، ما تيجيوش زوينين، يعني ما كاينش بحال النكهات الطبيعيه يديرها الواحد كتجي زوينه. صافي غادي نكه دابا هذا بالحامض وهذا بالقرفه والاخر غادي نخليه بالبخاليني. صافي تندخل، شوفوا كي كندخل النكهات غير بصباعي، ما تنعجنش العجينه باش تبقى لي مرمله وما تضيعش وما توليش مطاطيه. الا بديت نعجن فيها راه غادي تولي لي مطاطيه. شوفوا حتى بالكراطوار ممكن نجمعو وندخلو داك الصابلي غير بالكراطوار اولا بالكورنا اولا هانتوما. غير بصباعي كندخل داك القرفه اللي درت في ديك الصابلي. صافي غتدخل ليا وغادي نحطها عاوتاني على جنب، وغادي ندخل الحامض في العجين الثاني نفس الطريقه اللي درت القرفه. غادي نديرها للحامض، ندخلو داك لو زيست ديال الحامض غير بالاصابع، ما كندلكو ما تنعجنو ما تنقيسوش العجين بالكف ديالنا اللي كيكون سخون لداخل ديال اليد، ما تيكون سخون. هانتوما كندخل غير بالصبعان داك الحامض. هانتوما نعاود ندخل مزيان داك لو زيست ديال الحامض بالكورنا اولا بالكراطوار اولا اي حاجه عندك تدخليه بها داك الحامض وداك المنكهات اللي درنا في الصابلي ديالنا. صافي غادي ندير الصابلي ديالي في بلاستيكه وغندخلو للثلاجه يرتاح واحد شويه. لما بغيتش نريحو هذا الصابلي هذا بلا ما يرتاح كتخدميه في ساعته، غير انا بغيت نخليه يرتاح واحد شويه حتى نقضي شي حاجه وعاد نرجع ليه، وماشي مشكل واخا تخليه يبات كيبقى زوين ورائع. الصابلي ديالي بعد ما ارتاح ليا شويه في الثلاجه جبدته غادي نطبعو. غادي ندير هذا الطبع، هاد الطوابع جداد اللي خرجوا فيهم لي موتيف، كاين الارابيس، كاين شكل جليج، كاين فيهم بزاف ديال الاشكال. غادي نطبعو غليظ شويه لان غادي ندير غير حبه حبه، ما غاديش نلصقهم بهذا الشكل. هذا الشكل ديال القرفه غادي نزينو. حتى في التزيين غادي ندخل القرفه باش كنعطي واحد الغابيل بان راه القرفه كاينه في صابلي وكاينه حتى في التزيين. ما نحرقش المراحل، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا الفينيسيون والمنكهات باش نكهت عاوتاني لا فينيسيون حتى هي. صافي غادي نطلق العجين ديالي بين جوج بلاستيكات وغادي نخليه شويه مرق، ماشي رقيق بزاف، غادي نخليه مرقيق مغليظ شويه حيت غادي ندير غير حبه حبه ما غنلاصقهمش. غنطلق العجينه تنوصل لواحد السمك وغادي نطبع. هانتوما معايا وغادي نطبع الصابلي ديالي بالطوابع اللي خرجوا دابا، واحد فيه الارابيسك، شكل جليج، شكل شهده، شكل بزاف فيهم ديال الشكيلات راه موجودين في الاسواق ها ب3 دراهم. وكنطبع كندوز المدلك على صابلي ديالي باش كنقادلو الوجه بحال اللي كنصلحو بالمصلوح، كنقادو باش كيجي الوجه ديالو مقاد وليس.
صافي. وغادي نحيد البلاستيكه باش غادي نطبع. صافي الصابلي ديالي غادي نطبعو بهذا الطابع هذا، هانتوما شفتوا كي داير. خاص يخرج ليا الموتيف اللي كاين في الطابع يخرج ليا في العجين. هذا هو السمك اللي درت للعجين ديالي. غادي نطبع هاد صابلي هذا وغادي نحطو مباشره في اللاطه. هذا حيت ما كيكونش رقيق ما كنديروش في المجمد. اما انا ملي كنبغي ندير صابلي يكون رقيق انا غادي ندير في الاخر في الصابلي الثالث غادي ندير به صابلي رقيق، لان غادي نلاقي جوج ديال الصابليات. راه كندخلو ضروري المجمد حتى كيقبط راسو باش ملي كنهزو كيبقى كما طبعتو، ما كيتجبدش، ما كيضيعش له الفورمه. كتقاد الحبه الفوقانيه مع الحبه التحتانيه كيجيو مقادين. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش كندير له الرقيق اللي كنطبعو رقيق. هذا دابا كنطبعو غليظ، ما كنحاولش نديرو في المجمد اولا في الثلاجه. صافي كنطبعو ديك الساعات وكنحطو ديك الساعات في اللاطه. ها الشكل ديالو. غادي نمشي بحال هكا تنكمل هذا الشكل هذا وغادي نرجع معكم للشكل الثاني والثالث ان شاء الله بحول الله. هانتوما كنفرش بابي كويسون اولا السيلبات اللي عنده السيلباطه ولا اللي عنده ديك سيلباط شبكه اولا انا مفرشه السيلباط شبكه. واللي عنده بابي كويسون يديرو باش ما يلصقليهش الصابلي ديالو في اللاطه. هو اصلا ما تيلصقش، وانما المهم باش يدير لواحد الاحتياط وكيطيب طياب مقاد. راه هذا البابي كويسون كيقاد طياب الصابلي مع السيلباط مع ماشي مثلا غير خصنا نفرشوه صافي باش كيجينا طياب واحد وكيجي مقاد. انا فرشت السيلباط العاديه لهذا، والرقيق هو اللي غادي ندير له ديال الشبيكه. انا معكم تنكمل هذا الصابلي هذا. هانتوما شفتوا السمك اللي درت للصابلي، راه ما خصوش يجي رقيق باش ضروري داك لي زومبرانت ديال داك الطابع يخرجوا ليا في الصابلي ديالي. كنجمع صابلي ما خصنيش نكمشو اولا نعجنوه. هانتوما كي كنجمعو غير بلاستيكه. هاد لاستيوس هادي باش ما كتجيب ليناش الصابلي يولي الاستيك وكيولي مكمش في الفران، كيبقى على ما هو عليه، كيبقى صابلي غزال ملي كنديروا له بحال هاد الطريقه هادي. صافي سيروا مع الطريقه ويعني تبعوا الطريقه كما حطيتها باش يجيكم صابلي ديالكم رائع وزوين بالنسبه للمبتدئات. اما تبارك الله المحترفات ما شاء الله عليهم، كل واحد الله يعاونو الله يسهل عليه. اللهم يسر للجميع يا رحمن يا رحيم. يلا مهم انا معكم الى التتمه لهاد الصابلي هذا. صافي انا غادي نطبع الاخر ديال الحامض بهذا، وحده فوق وحده. هذا هو اللي غادي نديرو رقيق. هانتوما غادي نعطيكم الطريقه اللي كندير ولاستيوس اللي كندير للصابلي باش كيبقى ليا كما طبيعه، كما طبعته كيبقى ما كيديفورماش، ما كيعواش، كيبقى كتبقى الحبه التحتانيه بحال الحبه الفوقانيه كيبقاو مقادين. السمك رقيق اللي طلقت به الصابلي ديالي انا غادي نطبع. ولاستيوس اللي غنعطيكم وعطيتها لكم ديجا في لي صابلي الاولين، وهي كنطبعها وكنهزها بالبلاستيكه التحتانيه وكندخلها كنديرها في شي لاطه صغيره وكندخلها للمجمد حتى كتجمد. عاد كنولي نحطها في اللاطه باش كتبقى بالفورمه ديالها ما كديفورما ما والو. هانتوما كنخليها هكاك وحده متقوبه وحده لا، وحده متقوبه وحده لا، حتى كنكمل. هانتوما غنديرها في اللاطه وندخلها للمجمد وغادي نرجع معكم ملي تجمد. ها هو صابلي ديالي جمد في المجمد. كنهز الحبه كتبقى كما طبيعت. هانتوما شفتوا ما كديفورما ما كيوقع لها والو. كنحيد لها هذاك الوسطاني المثقوبه بسهوله. كيساعدك هاد الطريقه هذه كتساعدك كتلقي اللاطه وتعاودي تحطيها في الكونجيلاتور وتمشي تسرحي الاخرى وتبقاي تخال فيهم حتى كتكملي صابلي ديالك باش ما كيلصق لك في يديك، ما كيعذبكش ملي تكوني كتحطيه مقاد، ما كيديفورماش، كيولي كيبقى فورمته يعني كما هي كما طبيعت. صافي كنجمع صابلي ديالي وغادي نكمل الطريقه حتى الاخر. صافي صابلي ديالي طاب. المربع راه طار لي المقطع ديال الفيديو داك اللي درته مربع، عادي طبيعي مربع ماشي طابع مربع.
وغادي نزينهم معكم دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا عندي التمر، اللوز مهرمش، قرفه، شويه د لاباط داموند وشويه ديال البخاليني. غادي نخلط هذا الشيء هذا بشويه ديال الشوكولات، وغادي نخرجه في واحد الطابع ديال السيليكون، وغادي نزين به هذيك الحلوه، وغادي نزين به الحلوه اللي درت بالقرفه، لان راه دخلت القرفه في هذا المنكه، في هذا التزيين هذا. نكهتها بالقرفه، هذا التمر وهذا اللوز والبخاليني. مهم واحد الحشوه، واحد الخلطه جات رائعه، ما نقول لكمش كي جات زوينه. خلطت هذوك المكونات وضفت لهم الشوكولات، هو اللي غادي يخلي لهم القرمشه ويخلي لهم يعني واحد التجانس، وغادي يتجمع يولي قابض في راسو، ما يبقاش سائل. ومنين نفينيو به ما تيضيع ليناش، كيبقى شاد في راسو، كيبقى مزيان. صافي هذاك الخليط غادي ندير منه كويرات، وغادي ندوزهم في داك الطابع. جاي ورده شهده، جاي واحد الشكل زويون. ها نتوما شفتوا كي جاي زويون. كندير 8 ديال الغرام في كل كويره، وكان باش يجيوني قد قد، وكنلصقهم بالكراميل وكنحطهم في الحلوه اللي درت بالقرفه. هي هذه اللي دخلت القرفه في التزيين، هي اللي قلت لكم. وغنمشي بحال هكا تنكمل هذا الشكل هذا، ونرجع معكم في شكل في التزيين ديال الشكل. هانتوما كناخذ واحد شويه الكراميل غير بالراس ديال الموس شويه، وكنلصق به ديك الخلطه ديال التمر، وغادي ندير ليها ساتيون دوغي من الفوق باش نخرج الزواقه ديال داك المول ديال داك السيليكون. غير بصباعي كناخذ واحد شويه ديال الساتيون دوغي وكندوزو على ديك الزواقه باش كتخرج كتبان. هانتوما صافي غادي نمشي هكا تنكمل هذا الصابلي ديال التمر، ونرجع معكم في التزيين ديال الاخرين ان شاء الله بحول الله. هنا عندي واحد شويه ديال الفرomboise في المجمد، صوبت به واحد الكولي اللي بحال المربى باش غادي نزين به ديك الحلوه المربعه. وهانتوما وعندي لاباط داموند هي اللي غادي نطلق، وهذه غادي نلصقها بالكراميل، غادي نلصقها غير بالكراميل، وغادي نزينها بشويه ديال اللوز وشويه ديال الليمون معسل. ما عنديش الحامض معسل، هو اللي كنت غادي ندير ما بقاش عندي. غادي ندير لها اللوز باطوني قطعته غير بالموس، وغادي ندير ليها شويه ديال اللوز باطوني وشويه ديال الليمون معسل، وزوقتها بواحد البابيون من داكشي اللي شاط لي من ديك التمر اللي صوبت. درت به واحد البابيون في الجنب، غادي ندير له حتى هو شويه ديال ساتيون دوغي. صافي وهذا غادي نكملو هكا. هانتوما داك البابيون حتى هو درت ليه شويه ديال الساتيون بالدوغي غير من الفوق باش نخرج داك الزواقه ديال البابيون تبان. زين ديال الصابلي الثالث، انا عندي لاباط داموند هنايا طبيعيه بدون ملونات، خليتها بطبيعتها. غادي نطلقها رقيقه وغادي نخرج بها اشرطه باش غادي نزين الصابلي المربع. حتى هو غادي ندير غير وحده، ما درتش وحده ملصقه مع الاخرى، لا غير وحده درتو شويه غليظ. هانتوما غنقطع اشرطه رقيقه بالجراره ديال الشباكيه، وهذوك الاشرطه هما اللي غادي نزين بهم الصابلي ديالي. ها هو دا المربع. غادي ناخذ داك الكوليه ديال الفرomboise اللي صوبت، درت له السكر ودرتو فوق البوطه حتى طاب مزيان تتعلق، وحيدته. هو اللي غادي نخدم به باش كتجيني لاباط داموند بيضه من الفوق، وكيبان ليا داك اللون ديال الفرomboise احمر من الداخل. ما كاين لا غوم لا حتى حاجه، طبيعي فرomboise طيبته بشويه ديال السكر حتى تعلق حتى ولا بحال الكونفيتور، وهو اللي خدمت به. وهاد الصابلي بريستيج كيتعتبر من لي صابلي بريستيج. كتبدا الاثمنه ديال هاد الصابليات هادي من 130 درهم حتى ل 150 درهم على حسب شنو دخلتي فيهم، اش من ماتير دخلتي فيهم.
هانتوما شفتوا مع الخدمه مع المواد اللي كندخلوا مثلا لا بات داموند شوكولا غيش بحال هادشي هذا الفرومبواز طبيعي كتشريه وكتصايبيه ماشي مثلا كتمشي كتشري قرعه ديال الكونفيتير ديال الفرومبواز وتطليها ولا قرعه ديال الفريز ولا بدون منكهات بدون بدون مواد حافظه بدون داكشي على حقو طريقو كلشي مصايب في الدار لا الكراميل ولا الكونفيتير ديال الفرومبواز ولا كلشي مصايب حتى لا بات داموند كنصايبوها في الدار داكشي على يدينا. هانتوما الشكل كيجي راقي ومعتبر. هانتوما غادي نعاود معكم وحده اخرى. هذاك اللي تقاس لي بالفرومبواز ديك لاباط داموند اللي تقاس لي بالفرومبواز غادي نخليها على جنب ما ندخلهاش باش ما توسخليش الصابلي ديالي حتى ندير لها الكاكاو ونزوق بها شي شكيله اخرى عاوتاني باش ما نضيعو حتى حاجه ما تضيع. هانتوما كناخذ شويه ديال الفرومبواز ديال الكونفيتور ديال الفرومبواز وكن نديرو فوق صابلي المربع وكنصوب ديك الاشرطه محرفه باش كتعطيني مثلثات كتعطيني زواقه مربعات ديال لاباط داموند. هانتوما كنبدا بالوسط وكندير في الجنب وكندير في الجنب الاخر وكنعاود نخالف عاوتاني الاشرطه بالنسبه للجهه الاخرى كنقلب الصابلي ديالي وكنعاود ندير الاشرطه بالشكل الاخر عاوتاني. هانتوما هاد صابلي ما نقول لكمش مذاق وشكل رائع ما نقول لكمش تحفه. صابلي بريستيج تيحمر الوجه ديريه نهار العيد لوليداتك ديريه لضيافك يحمر لك وجهك. لما لا حتى الناس اللي خدامين على راسهم هادو هما الاثمنه اللي كيتخدم بهم هاد الصابلي هذا اللي كيكون داخله فيه لاباط داموند وهاد المواد هذه 150 درهم للبلاطو يكون داخل كيكون داخل الكركاع كيكون داخل اللوز كيكون داخل لاباط داموند كتكون داخل البخاليني كيكون هاد لي صابلي هادو تيكونوا شويه البري ديالهم طالع ولكن راه صابليات اللي ما نقول لكمش كي تيجيو رائعين. هذا هو التقديم النهائي ديال الصابلي ديالنا طابلو تحفه كيجي راقي ورائع واللي بغات تخدم على راسها بهذا الشكل هذا باش خدمت راها واخا طلب الثمن ما يعني راها تحرت الحلال طيب تخدم بمواد اوليه ومواد زوينه ومواد اللي هي نقيه باش حتى اللي خدم شي حاجه وطلب الثمن يعني راه خدم وخدا الحلال الطيب. الله يعاون كل واحد والله ما ييسر للجميع وكنتمنى لكم صيام مقبول ان شاء الله الرحمن الرحيم ورمضان كريم وكل رمضان وانتم بخير. هذا هو الطابلو ديالنا اليوم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويرقكم ان شاء الله الرحمن الرحيم وجربوه راه شكلا ومذاقا رائع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.